مساءكم فله. من فترة خدت رأيكم في ان انا ابدأ كونتنت جديد، وقلت لكم ان هو هيكون زي بودكاست نقدر ان احنا نسمعه. الصراحة انا حابة جدا ان انا ابدأ البودكاست ده. نقدر نقول ان احنا هنتكلم مع بعض عن تجربتي الشخصية وطريقتي في التعامل مع الحاجات اللي انا بمر بيها، نطور نفسنا، نعلي ثقتنا من نفسنا، ازاي نبقى ال better version of ourselves، ان احنا نحسن النسخة اللي احنا بنشتغل عليها. ومش عايزة الموضوع يكون حاجة ماجيكال كده، حاجة كلام كتب، كلام ما بيتطبقش، كلام بنسمعه كتير او كلام متعاد. حابة ان هي تكون تجربتي الشخصية، وفي نفس الوقت انا بسجلها لنفسي ليكو عشان اراقب التطور في كل حاجة انا بجربها، بسمعها، بتعلمها وشاركها معاكم. يعني من الاخر البودكاست ده هيكون تجربة شخصية وفي نفس الوقت حاجة تستفيدوا منها. وانا شايفة ان بصراحة الموضوع له علاقة بالمحتوى بتاعي. انا اساسا بداية المحتوى بتاعي ان انا حابة افيد الناس، فقلت ليه لا ما افيدهمش كمان في تجربة شخصية انا حابة ان انا امر بيها. والتجربة دي على فكرة بتشمل حاجات كتير قوي، تحسين نفسك سواء ذهنيا، جسديا، نفسيا، حاجات كتير قوي. حاجات انا بقالي فترة، يعني تقريبا شبه سنة او سنة وشوية بشتغل عليها وبحاول ان انا اطورها في نفسي. ده كده تقريبا هيكون البودكاست. اول حاجة حابة اتكلم عليها النهاردة، هل انت فاهم قيمة نفسك واهمية نفسك؟ تحس ان الكلام كده مكلكع وكبير، واللي هو ايه ده انتي بتقولي ايه؟ بس لما تقعد تفكر شوية، هل فعلا انت عارف اهمية نفسك وقيمة نفسك؟ من الحاجات اللي كانت بتستوقفني في اللايفات اللي كنت بطلع فيها وشوفكوا بتتكلموا معايا والاقي اسامي الاكاونتس بتاعت الناس، اسامي غريبة فيها عدم تقدير للنفس وعدم تقدير للذات. وهقعد اسأل نفسي ليه حد يسمي نفسه اسم وحش كده؟ يعني انت اللي مختار بايدك ساعة لما جيت تعمل الاكاونت، انت اللي اخترت بايدك انك تكتب الاسم. ايه اللي يخليك تعمل كده؟ بقعد افكر كتير قوي مع نفسي في السؤال ده. انا شخصيا قعدت مع نفسي وقلت انا مين، بحب ايه، عاوزة ايه من الدنيا دي. وصدقوني موضوع الكتابة ده موضوع ممتع وشيق، واكتشفت ان انا كنت بعمله من وانا صغيرة. يعني كنت دايما احب اقعد اكتب يومياتي، والنهارده عدى عليا ايه وما عداش ايه، وكنت اقعد اتقفش بقى واهلي يشوفوا الكلام اللي انا بكتبه، اللي هو طب انتي ايه، ليه ما حكيتلناش، ليه مش عارف ايه. كنت بحس ان الكتابه هي الحاجه اللي بتطلعني عن الموضوع ده. لو انت قعدت مع نفسك وقعدت تكتب اللي انت بتحبه، اللي ما بتحبوش، اللي انت عايزه، اللي انت مش عايزه، وقعدت تستمر على الجورنالينج. دايما اقول لكم لما اجي اعمل ريفيوهات، الاقلام دي حلوه للجورنالينج، الاقلام دي مش عارف ايه. قلت ليه لا ما تقول لهمش ان الجورنالينج ده حاجه مهمه، الكتابه دي حاجه مهمه جدا جدا، هتوضح لك نقط كتير في حياتك، هتشوف انت عايز ايه من نفسك ومن دنيتك. خليك متاكد ان كل واحد فينا في الدنيا دي عنده حاجه مميزه. يمكن وانا صغيره ما كنتش عارفه انا مميزه بايه، بس لما كبرت عرفت. في ناس ما شاء الله بيقدروا يعرفوا من هو صغيرين او من هم صغيرين هم مميزين في ايه وبيفهموا في ايه وبيعرفوا ايه. انا بصراحة ما كنتش هذا الشخص وعرفت متأخر. بس ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي. انا مؤمنة جدا بالمقولة دي. فبما ان كل واحد فينا مميز في حاجة، دور على الحاجة اللي مميزة فيك واشتغل عليها، بدل ما تقعد تركز فلان احسن مني، فلانة احسن مني، المشهور الفلاني احسن مني ليه، المشهورة الفلانية بقت عاملة كده ليه. لما تغير العقلية دي هتلاقي حاجات كتير قوي في حياتك بدأت تتغير، وقدامك افاق او طرق كتير بدأت تتفتح. مش هقولك بقى بقيت انسان احسن ومش عارف ايه، لا. عشان كده بقولك هات الورقة والقلم بتوعك. مش هقولك هات نوت ولا هات جورنالينج معين، نو واي. انت ممكن بورقة وقلم، بس يعني الافضل انك تكون انسان منظم وتخلي فيه نوت مخصوصة للكلام ده، وتبدأ تكتب فيها كل حاجة. انت مين، بتحب ايه، ما بتحبش ايه، وابدأ نظم افكارك وركز على مميزاتك، ما تركزش على عيوبك. لما انا عملت كده حسيت ان انا احسن بنسبة 100% عما كنت في الاول.
طيب يا لبنى، بعد ما نكتب اهدافنا ونعرف احنا عايزين ايه ومش عايزين ايه، ونيجي نبص نلاقي الناس اللي حوالينا قاعدين يتريقوا علينا وقاعدين يقولوا لنا ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده، انت مش عارف ايه الكلام ده. مش لازم تكسب حب الناس كلها ولا ثقة الناس كلها اللي حواليك. ارضاء الناس غاية لا تدرك. اشتغل ده لنفسك في الاساس. وانا من كلامي موجهه كلام للولاد والبنات، مش متحيزه للبنات بس ولا متحيزه للولاد بس، لان انتوا اغلب الناس اللي بتسمعوها انا متاكده يكونوا بيتكلموا لناحيه البنات بس، وانا على فكره في ناس كتير فيهم بحبهم، بس اغلب كلامي هيكون موجه للاتنين، للولاد وللبنات، عشان انا شايفه ان كل واحد حقه ان هو يفكر بالطريقه دي، مش بس البنات ان هي تكون في ليفل احسن، في ليفل اعلى، تعلم من تفكيرها، لا لا لا، انا شايفه ان اي حد يقدر يعمل ده. يعني مثلا هنرجع لموضوع الثقه وموضوع الكلام ده، مثال بسيط جدا، وهو انا لما جيت ابدا على اليوتيوب، وهي اول منصه انا ابدا عليها، لو ترجعوا بالفيديوهات وتشوفوا اول فيديو انا نزلته في سنه 2020، قسما بالله ما هتصدقوا ان هي نفس البني ادمه اللي قاعده قدامكم دلوقتي وبتتكلم بمنتهى الاريحيه قدام الكاميرا، وعادي جدا ولا كان في اي حاجه، ماسكه الكوبايه بتشرب المشروب بتاعها والدنيا لذيذه ومفيش اي مشاكل. انا كنت مش عارفه اقول كلمتين على بعض قدام الكاميرا، مش عارفه اتنفس، مش عارفه اتكلم، بتلخبط في الكلام، الناس هتضحك عليا، ده اللي كان جوه دماغي. ان لما نزل الفيديو الناس طب خلصي الفيديو الاول وبعدين نبقى نشوف الناس اللي هتضحك. لا انا الناس هتضحك عليا في الفيديو اللي انا بعمله دوت ومش عارف ايه وكده. ده ابسط مثال. حاول تتغلب على المخاوف اللي جواك، وثقتك بنفسك دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لازم تشتغل عليها، من اهم النقط اللي لازم تبدا بيها. لازم 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 وابدأ بحاجات صغيرة، مش لازم حاجات ضخمة. اعمل ده ازاي؟ لا لا لا، ستيب باي ستيب هتلاقي نفسك كسبت ثقة نفسك، كسبت الثقة بنفسك. اهم حاجة ما تخافش انك تغلط، لازم هنغلط. انا بقول لكم لو تشوفوا شكل الفيديو تقولوا دي مستحيل هي نفس الشخص اكيد شخص تاني. لا جرب، اغلط، حاول، افشل. في ياما حاجات كتير انا دخلت فيها وجربتها وفشلت فيها. انا شخصيا معاكم هنا على الشانل كنت بنزل فيديوز عن شغلي بالريزن، وقعدت سنين اشتغل بيه، وقطعت ورجعت تاني، وقطعت ورجعت تاني، وبعدين قررت اللي هو خلاص ده انا كده حاولت كتير. يعني انا بقول لك ما تيأسش من الفشل، بس لما تجرب كذا مره وتقع كذا وقعه وتلاقي اشارات حواليك بتقول لك وقف، لازم توقف. يعني احنا نبقى اذكياء، ما نبقاش نسمع الكلام وناخده ننفذه وبس، لا، خليك انسان عاقل. انت سمعت مثلا مني او من غيري، جرب كتير، حاول كتير، اكيد هتوصل. جربت كتير، حاولت كتير، فشلت كتير وما وصلتش، ومش مرة ولا 2 ولا سنة ولا 2، ده انا تقريبا قعدت 4 سنين. طب وكل اللي حواليا يقول لي بلاش، هو حلو، انت بتعملي حلو جدا، بس مش هو ده الحاجة اللي تشتغلي منها، اللي تكسبي منها فلوس. انت بتعرفي تعملي حلو جدا، بس اعمليه لنفسك او اعمليه كهواية، ما تخليهوش هو مصدر الدخل. انا كان دي فكرتي ان انا اخليه مصدر دخلي، ما عرفتش. ما تقاوحش خلاص. وقفت، قلت خلاص انا اشطر اكتر في مجال الادوات المكتبيه، بخليني فيه. وقفي بقى، ستوب. فعلا سبحان الله الناس بقت دلوقتي مش كتير بصراحه، بس في ناس بترجع تسالني او تبعت لي مسجز، لبنى لسه بتعملي الدومينو بالريزن، لبنى لسه بتعملي مش عارف ايه. اقول لهم انا اسفه، انا وقفت خلاص، لان مش شخص ولا 2، انا مش عايزه كده، مش عايزه شخص او 2، انا عايزه يكون بزنس. and I can't make it as a business, so I stopped, really stopped. موضوع so emotional لما بفتكر، عشان كنت مضايقه قوي ان انا وقفت، بس سبحان الله كان احسن قرار خدته ان انا وقفت. ليه بقول لكم الموضوع so emotional ان انا مضايقه ان انا وقفت؟ عشان كنت متضايقه ان انا فشلت. بس لما فكرت فيها كويس، الفشل مش نهايه الدنيا، الفشل مش نهاية العالم، بالعكس ده ممكن يكون بداية نجاح. وفعلا ركزت كويس جدا
ونجحت نجاح باهر السنة اللي فاتت في ان انا اوصل للرقم اللي انا وصلت له على اليوتيوب دلوقتي. فمش دايما الفشل بيكون حاجة وحشة، بالعكس الفشل ده من اهم الحاجات اللي تخليك تفكر وتعيد حساباتك وترتب نفسك. يمكن ما كانش من اول السنة، مش من اول سنة 2024، من تقريبا نصها او ما بعد نصها كده بدأت اركز قوي في الغلط اللي انا بعمله، الفشل اللي بيحصل معايا ولازم اتفاداه. ان انا اكتب كل افكاري سواء حلوة وحشة، حاجة جت في بالي لازم اكتبها عشان اشوف انا ايه اللي خلاني افكر بالطريقة دي، ايه اللي خلاني افشل، ايه اللي خلاني انجح. فلما ركزت عرفت ان انا في نقط معينة لازم امشي عليها، وفعلا مشيت عليها. انا عارفة ان كلامي ممكن يكون مش مترتب، بس صدقوني انا كل اللي بيخطر في بالي دلوقتي من خلال تجربتي في موضوع الفشل والنجاح بقولها لكم في البودكاست دلوقتي، عشان انا عارفه الناس كتير قوي بتخاف من موضوع الفشل، وموضوع الفشل ده بالنسبه لها ازمه كبيره، خصوصا مع الناس اللي كنت بتكلم معاها. ازمه كبيره، ما ينفعش افشل. طب ليه ما ينفعش تفشل؟ ما انت لو ما جربتش مش هتعرف اذا كنت هتنجح ولا تفشل، فانت في الحالتين فشلت. مش عايز تجرب، فشلت. جربت وفشلت، ما انت فشلت، ما انت خسران ايه؟ ما تجرب، مش يمكن تنجح. كان في جيم كنت بحب العبها قوي، كان اسمها امل الشعوب بالعربي، I don't know، Rebels بالانجلش I think. كان في كاركتر فيها بيكون ايه، بيتعامل مع الوحوش والحيوانات اللي موجودة في المنطقة وبيروضها، وبيبقى معاك كارت وتبدأ ايه تروضه، ويقول لك ايه تمت العملية بنجاح، او تم الترويض بنجاح، او تم ايه فشل العملية او حاجة زي كده. انت مش متخيل كان في حاجات بتبقى 50-50، فاللي هو تجرب تنجح، تجرب تفشل. فاللي هو طب انا ما جربتش، معيش الكائن الغريب ده. طب لو انا جربت يمكن اقدر اخده ونروح بقى نبيعه او نهاجم بعض بيه. كانت جيم لذيذة يعني الصراحة. حسيت اللي هو بقعد افتكر الذكريات دي، اللي هو ايه، طب ما هو حياتنا ماشية كده. لو انت ما جربتش مش هتعرف، لو انت جربت يمكن تنجح ويمكن تفشل. لازم نجرب، ولازم هنفشل عشان نتعلم من غلطنا ونجرب تاني وننجح. عايزة ارجع بقى للنقطة اللي هي ساعة لما كنت بتكلم على موضوع الناس هتضحك عليا ومش عارف ايه، وهيقولوا عليا ايه، وهيقعدوا يتريقوا كده، خصوصا ان انا بعمل محتوى محدش عمله قبل كده. النقد سواء كنت على السوشيال ميديا او على غير السوشيال ميديا، عشان انت مثلا عندك في العيلة خالتك هتنتقدك وعمتك هتنتقدك وعمك هينتقدك وكده، فمش شرط السوشيال ميديا. الانتقاد في حد ذاته حاجة كويسة، بس ما تخليهوش هو محور الكون بالنسبة لك ومحور الحياة. يعني فلان هيقول يا نهار اسود حياتي هتقف، لا عادي، تقبله بصدر رحب، اسمع من هنا وخرج من الناحية التانية. شيء طبيعي انك تنتقد، لان انت مش فوق المستوى انك ما حدش ينتقدك، بس فكر فيه كويس. هل الانتقاد اللي اتقال ده على حاجة فعلا وحشة فيا فابدأ اغير من نفسي، ولا مجرد انتقاد سلبي وخلاص، اهو اي تريقة والسلام، يبقى حرفيا اسمعها من هنا خرجها من الودن التانية. ده بالمختصر المفيد، عشان نقطة ان الناس هتتريق عليا او كده او مش عارف ايه، متفكرش فيها بالطريقة دي ابدا. زي ما قلت لك، اسمع من هنا خرج من الناحية التانية. لو الكلام ملوش لازمة، او لو هو فعلا انتقاد ليك في حاجة انت بتعملها غلط، راجع نفسك، راجع الكلام كويس، ولو لقيت ان هو فعلا حاجة غلط ابدأ صلح من نفسك. انا دايما بستخدم الاسلوب ده في السوشيال ميديا عندي. يعني مثلا حد يقول لي على فكرة لبنى البوزيشن بتاع التصوير بتاعك ده كان وحش قوي، انا شفت الكومنت ده بعدها بفيديو واحد غيرته، وكان في اول السيزن بتاع السنة واول الدراسة لقيت ان في حد بيقول لي لبنى على فكرة العربية مش عايز تقف اوكي انا استنيت شوية بس هي رافضة تقف، فهنعتبر ان هي مش موجودة. المهم كان في حد كان قال لي في الكومنتس، وهو شخص واحد والله، قال لي على فكرة زاوية التصوير دي مش حلوة، انتي الزاوية القديمة كانت احلى كتير، الباك جراوند بتاعك القديم كان احلى كتير. وانا على سبيل التغيير، يعني انا كانت نيتي
انا عشان انتوا ما تزهقوش ما تملوش فاغير من الخلفيه واغير من شكل التصوير واغير من مثلا شكل اللوكيشن، عشان انا بصور في بيتي، انا مش ما عنديش الاستوديو يعني، فقلت اغير بس الدنيا شويه عشان ايه ما تملوش. فببص لقيته بيقول لي لا 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 وحش قوي مش عارف ايه. ممكن مثلا حد يقول ايه لا لا انت مش فاهمك، انت مش عرفك انت اللي انت بتقوله ده، لا لا انا بفهم بتاع. ممكن مثلا كونتنت كريتور يفكر بالطريقه دي، بس انا فكرت فيها اللي هو لا لا هو معاه حق فعلا، انا حاسه ان الشكل القديم كان احلى، وهو خد باله، ولما خد باله انتقدني. ده انتقاد ابدا انا افكر فيه، ارجع له اقراه اعمل لايك حتى عليه. لكن حد يقول لي ايه لازمه اللي انت بتعمليه ده، ولا كاني سامعه حاجه. مثلا انزل فيديو ويطلع فايرل مثلا، وعلى فكره انت ما بتفهميش، على فكره الحاجه اللي انت بتستعمليها غلط، على فكره مش عارفه ايه، كل ده كلام انا اسمعه من هنا او اقراه فكأني سمعته من هنا خرجته من ودن التانية. مش ده اللي هيأثر فيا. ليه؟ انا واثقه في نفسي، واثقه في طريقه عرضي للامور، واثقه في نفسي، واثقه في المعلومات اللي عندي، في الانفورميشن اللي عندي، في الخبره اللي عندي في المجال بتاعي. فمش هيفرق معايا كومنتس زي دي. نفس الكلام في دون السوشيال ميديا. انت مثلا بتتعرض ان ليك اصحاب، ليك قرايب، ليك معارف يقعدوا ينتقدوك على حاجه انت شايف ان هي صح، وهي فعلا صح، مش في اجماع ان هي غلط فانت تعاند، في فرق كبير قوي. هي صح ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه كحرمانيه يعني، او حاجه غلط او طريق شمال او كده، وهم بينتقدوك لمجرد بس انك لسه بادئ فيها، او اللي هو يعني ده عيل عبيط يعني هيعمل ايه. لا لا ما تفكرش بالطريقه دي ابدا، وما تسمعش للكلام ده ابدا. دي مجرد انتقادات تسمعها من هنا تخرجها من الناحيه التانيه. انما الانتقادات البناءه اللي فعلا تساعد في تغيير نفسك وتساعدك انك تتقدم اكتر في المشروع مثلا اللي انت فيه او هي دي اللي تسمعها، هي دي اللي تقف كده شويه وتفكر فيها، فعلا هو مع حق، انا غلطان في دي، او لا لا ده كلام مجرد تريقه فانا هسمعه من هنا اخرجه من الناحيه التانيه. عايزه كده في اول فيديو او اول بودكاست كده انزله ما يبقاش طويل، ما يبقاش غلس كده، او محسش ان انا طولت عليكم في الكلام، بس عايزه اقول لكم على كام نقطه مهمه قبل ما اقفل الفيديو. اعرف نفسك كويس، دور على نقاط القوه والضعف فيك، اشتغل على احسن حاجه عندك، ابدا باهداف صغيره، وزي ما قلت لكم من شويه اتعامل مع النقد بعقل مفتوح، اتعامل مع الفشل بعقل مفتوح، اللي هو ده اكيد من وراه خير. دايما افتكر ان ربنا مش بيعمل فيك اي حاجة وحشة، اكيد ده الاحسن ليك. سواء ان في حد مثلا قالك حاجة وحشة فانت عشان كده بتبدأ تشغل دماغك وتشوف فين الوحش اللي فيا، او مجرد كلام والسلام. ولو كان فشل فانت تبدأ تبص برضو وتشوف هل فعلا يستحق ان انا اكمل في اللي انا بكمل فيه ده، ولا خلاص الفشل ده لازم اوقف النقطة اللي انا ماشي فيها دي واشوف طريق تاني او حاجة تانية انا قوي فيها برضو واقدر ادي فيها. خدوا بالكم فكرة ان انت تثق في نفسك زي ما قلت لكم في اول البودكاست، دي مش رحلة بسيطة ولا كلام تسمعه النهاردة تقدر تطبقه بكرة. انت من اول ما تبدأ تطبقه بكرة اعمل حسابك ان الطريق طويل، وعشان الطريق طويل ما تملش منه وما تزهقش وما تحدش عنه، امشي بخطوات صغيرة صغيرة ورا بعض. بناء الثقة بالنفس بتفرق من شخص للتاني، بتفرق من قدرات شخص للتاني، بس اللي نقدر نقول ان ده اجماع ان انت عشان تثق في نفسك ابدأ خطوة خطوة، شوية شوية صغيرين، هتلاقي ثقتك بنفسك بقت افضل واكبر واحسن. بس اهم حاجة تشتغل على ده، ما تسيبش نفسك لحد فوات الاوان. افتكروا دايما ان مفيش حاجة مستحيلة، وان الثقة بالنفس هي مفتاح النجاح لأي حاجة انت عايز توصل لها، حتى لو لسه ما وصلت لهاش بس انت بتشتغل عليها. وبس كده.